مساء الورد عليكم اعزائي المشاهدين. زي ما في افلام حلوه اتقدمت في السينما المصريه، في افلام وحشه قوي اتقدمت في السينما المصريه، وفعلا الافلام دي هي بتعتبر عار على الافلام المصريه ومش حلوه خالص. النهارده بقى جينا نتكلم معاكم عن اسوأ 5 افلام في السينما المصريه على مر تاريخها. يعني جاهزين؟ يلا بينا. اعملوا لنا لايك للفيديو ده واشترك في القناه كده ودلعنا ويلا بينا. اول فيلم معانا في الحلقه النهارده هو فيلم سطو مثلث، الفيلم اللي اتقدم في سنه 2016. وطبعا من اسم الفيلم كده المفروض ان انت تضحك من اسمه، يعني المفروض ان ده افيه كده يضحكك، اللي هو سطو مسلح بقى سطو مثلث، يعني المفروض يقولوا المره الجايه بقى سطو مملح عشان نفطس من الضحك. الفيلم هو من بطولة أحمد السعدني وريهام حجاج وبيومي فؤاد، يعني 3 ممثلين بصراحة ما يطلعش منهم الفيلم دوت. أحمد السعدني هو ممثل حلو جدا، بس حتة الكوميديا دي أنا مش بشوفه فيها قوي بصراحة. يعني بيومي فؤاد طبعا كوميدي وكل حاجة، ولكن اختيار النص بتاع الفيلم ده ما خدمش أي حد فيه. يعني مثلا أحمد السعدني في الفيلم ده فيه شوية إفيهات قالها كده اهوت ما فيهاش نقطة ضحك واحدة. احمد السعدني ليه حاجات تانية كتير حلوة زي دوره مثلا في سر الباتع والحاجات دي كلها، لكن الفيلم ده ما كانش موفق خالص يعني لاحمد السعدني. وريهام حجاج بقى قرار ان هي تقدم حاجة كوميدية، دي كانت اسوأ حاجة عملتها بصراحة. الفيلم ده لما اتعرض طبعا ما حققش اي نجاح في السينمات خالص. وتاني فيلم معانا هو فيلم الالماني، الفيلم اللي كان من بطولة محمد رمضان واتعمل في سنة 2012. طبعا الفيلم ده من اكتر الافلام اللي ليها ميمز على السوشيال ميديا. تعالوا بقى نتكلم واحدة واحدة كده. هو ايه الفرق بين ابراهيم الابيض وبين الالماني؟ انت ممكن تقول لي الاتنين بلطجة، ساعتها بقى انا اقول لك لا، انت غلطان. الفرق بين الالماني وابراهيم الابيض هو زي الفرق كده بين الفيل الازرق وفيلم كامب. تعال فهمك. فيلم الفيل الازرق هو من افضل افلام الرعب اللي اتقدمت في السينما المصرية، اما فيلم كامب فهو فيلم رعب بس مع مرور الوقت بقى فيلم كوميدي. الالماني بقى وابراهيم الابيض الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ان فيلم الالماني هو فيلم فقير جدا، لا في حبكة ولا في حوار كويس ولا في سياق درامي موجود في الفيلم اصلا. اما ابراهيم الابيض بقى هتلاقي الحوار اللي في الفيلم كان عايش لحد دلوقتي، والفيلم فيه حبكة كويسة، ويمكن فقر القصة والحوار ده هو اللي خلى فيلم الألماني من أسوأ الأفلام اللي اتقدمت في السينما المصرية. فيلم الألماني بجد هو فيلم سيء جدا، فيلم ما تحبش تتفرج عليه مرتين أو ما تحبش تتفرج عليه أساسا. وتالت فيلم معانا هو فيلم هروب مفاجئ، الفيلم اللي من بطولة أشرف مسلح. وبعد نجاح فيلم هروب اضطراري بيقرر الفنان أشرف مسلح إن هو يعمل فيلم بقيمة وبنجاح فيلم هروب اضطراري من بطولة أحمد السقا، وعشان كده بقى سمى الفيلم ده هروب مفاجئ. يعني أنا عايز أشيل كلمة هروب دي وأحط بدلها كلمة هبوط مفاجئ، يعني ده أكتر اسم هيكون لايق على الفيلم ده بصراحة. يعني طبعا الكتاب قعدوا مع بعض كده وقالوا احنا يا جماعه هنعمل فيلم بقى يكسر الدنيا، وطبعا الفيلم ده لا كسر الدنيا ولا حاجه، والفيلم ما حققش اي نجاح في السينما اصلا، حتى الافيش بتاع الفيلم كان رديء جدا افتكر. وانا هنا مش بتكلم عن نجاح الفيلم في السينما بس، انا بتكلم كمان عن القيمه اللي بيقدمها في الفيلم اصلا. يعني لما تيجي تتفرج على الفيلم انت مش تقدر تكمل 10 دقايق من الفيلم على بعض، فيلم سيء جدا ومش حلو. تقريبا كده اللي اتفرج على الفيلم ده هم بس صناع، وغالبا كمان صناع الفيلم ده ما اتفرجوش عليه اساسا، ما جالهمش بالي يتفرجوا عليه. وبعد الفيلم ده اشرف مسلحي ما قدمش اي بطوله مطلقه تاني. ورابع فيلم معانا هو فيلم عيال حريفه، الفيلم اللي كان من انتاج سنه 2015 وكان بيضم الشله الشهيره جدا في الوقت ده. وبعيدا بقى عن الفيلم ده ان هو كان فيه استسهال كتير، يعني مثلا زي ما انت عايز تقول قول بقى، مفيش قصه في الفيلم اساسا ولا في حوار كويس ولا في اداء تمثيلي اصلا في الفيلم، ولا في اي حاجه نقدر نقول عليها ان ده فيلم سينمائي فعلا او حتى فيديو على السوشيال ميديا. الفيلم كل اعتماده بس على شويه الاغاني اللي فيه، حتى الافيهات الكوميديه اللي كانت ايوه الفيلم كوميدي، الافيهات بقى الكوميديه اللي كانت موجوده في الفيلم دوت كانت افيهات من السبعينات، والله حتى الناس بتوع السبعينات ما كانوش بيقولوا الافيهات دي. يعني الحاجه الغريبه بقى ان نوعيه الافلام دي كانت بتنجح في السينما وبتحقق نجاح كبير. اعتقد دلوقتي الافلام دي لو اتعرضت ما تنجحش ابدا، وعشان كده الظاهرة بتاعت الأفلام دي أصلا اختفت من السينما في الفترة الأخيرة دي. والفيلم الخامس معانا النهاردة بقى هو فيلم تحت تهديد السلاح، الفيلم اللي اتعمل قريب من فترة قريبة كده وكان من بطولة حسن الرداد ومي عمر وعمرو عبد الجليل. الفيلم بصراحة أنا شايف إن هو كإنتاج هو مصروف عليه كويس، كتصوير مصروف عليه كويس برضه، ولكن اختلافي مع الفيلم ده
في قصة الفيلم، القصة المفقوسة جدا مهروش. لو القصة بتاعت الفيلم ده بقى يعني وانت قاعد بتتفرج عليه كده هتبقى متوقع كل مشهد هيجي هيكون ايه وهيكون عامل ازاي وايه اللي هيحصل للبطل. فيلم بصراحة مبني على ولا حاجة، فيلم مش حلو، ما عجبنيش لما اتفرجت عليه. يمكن حسن الرداد عامل اداء تمثيلي كويس، ويمكن الممثلين عاملين اداء تمثيلي كويس، ولكن قصة الفيلم ما خدمتش الفيلم بالمرة، خلت الفيلم ده فيلم سيء جدا، وفيلم ما ينفعش تشوفه مرتين على بعض. في نص الفيلم كده هتلاقي الفيلم بيقلب منك هندي وخلاص بقى انت يعني الافلام الهندي الرديئه كمان. يمكن حسن الرداد لو اختار مواضيع شويه بعيده عن الرومانسيه بقى والخيانه الزوجيه والحاجات اللي هو بيقدمها ديت ممكن يعمل حاجه كويسه، لان هو ممثل كويس اصلا. ولكن فيلم تحت تهديد السلاح ما عجبنيش بصراحه. فيلم سادس بقى ده من عندي انا هضيفه بصراحه، بما اننا بنعمل الحلقه ديت هنتكلم عليه النهارده، ما عجبنيش خالص وفيلم سيء جدا، ويعتبر فيلم يعني من أسوأ الأفلام اللي اتفرجت عليهم في آخر 5 سنين. هو فيلم هارلي. بصراحة وأنا بتفرج على الفيلم ده ساعتين ضاعوا من عمري كده، يعني ساعتين ضاعوا من عمري في فيلم ما بيقدمش أي حاجة، بين كل مشهد ومشهد أغنية تتغنى وخلاص. فيلم بصراحة سيء جدا. وإذا كان الفيلم ده جاب الإيرادات دي في السينما بس عشان الفيلم اتعرض في العيد مش أكتر ولا أقل. فيلم هارلي لمحمد رمضان ما عجبنيش بصراحة خالص، ومش هيعجبك أنت كمان لو اتفرجت عليه، وأنا واثق من الكلام اللي أنا بقوله لك ده. يعني محمد رمضان آخر فيلمين قدمهم في السينما كانوا أفلام سيئة جدا، إذا كان الديزل ولا الفيلم ده. بس كده بكده تكون انتهت حلقة النهاردة. لو عجبتك الحلقة اعمل لنا لايك عليها، ولو ما عجبتكش اعمل لنا لايك برضه. الفيديو ده تعبنا فيه. سلام.